السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ نبدأ روتين كده مع بعض. احنا هنحضر الغدا النهاردة مع بعض. هنعمل ايه؟ هنعمل همبرجر. هنعمل همبرجر وهعمل كريب، يبقى كريب همبرجر. نسمي الله كده ونبتدي. كان عندي نص كيلو بتاع ده لحمة مفرومة. حطيت عليها اللهم صل على النبي كوباية بقسماط ناعم. ممكن عايزة تحطي عليها اللي هي اللي بتاع ده فول الصويا. في ناس بتحطه، بس انا بصراحة هم قالوا خطر على الولاد بالذات، فانا ما بحبش احطه عليه. انا يعمله سادة من غير حاجة، يحط عليه بقسماط. او لو عندك عيش فينو بتاع ده تطحنيه وتحطي عليه برضو بيبقى حلو. حطيت عليه نص كيلو، بحط عليه بتاع ده ظرف بهارات البرجر. وحطيت عليه معلقة بابريكا، وحطيت عليه نص معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة توم باودر وبصل باودر. وهنا عوزت ايدي بس يا دوبك بتاع ده نقطة زيت صغيرة عشان اللحمة بس ما تلزقش في ايدي. واشكلها كده واحطها، احطها على كيسة، واحط بين كل، اخلصهم واحط فوقيهم يعني كيسة عشان ما يلزقوش على بعض. في بيعملوهم ساعات، انا ما عنديش المكبس اللي هو بتاع البرجر. في ناس بتعملها في غطا، لو عندك غطا بتاع ده غطا برطمان. بس انا يعني كده او غطا البرطمان مش هتفرق يعني. كده وكده واحد بيطلع نفس الشكل، يعني مش هتفرق قوي. اهم عملتها كده اشكلهم واحطهم شوية عشان ايه، الحق احطهم شوية في الفريزر عشان يمسكوا ايه، يبقوا كويسين كده. احطها شوية في الفريزر. لو عاملاها من بدري عايزة احطها في البتاع ده في التلاجة تقعد ساعتين ولا حاجة، لكن انا عشان عايزاها يعني على طول حطيتها بتاع نص ساعة بس في الفريزر. واحط برضو فوقيها كيس كده عشان ما يلزقوش في بعض. عملت لي بتاع 12 برجراية. حوالي كده 12. حطهم 12 عشان 7 تحت و5 فوق. هنعمل هنا بقى ايه الكريب. انا عملت الكريب ايه، هعمل 3 كوبايات دقيق. هحط من غير بيض ولا اي حاجة. وفي ساعات على فكرة بعملهم بمية بس من غير لبن. لكن هنا على 3 كوبايات دقيق هنخلهم، وهحط عليهم 3 كوبايات، منهم كوبايتين مية وكوباية لبن ومعلقة ملح. بس انخلهم الاول واحطهم في الخلاط، وانزل عليهم بالميه واللبن. احط كوبايه لبن وكوبايتين ميه. بس كده. وممكن على فكره تعمليها باللبن بالميه كلها. وطلعت بتطلع حلوه والله، بتطلع طعمها جميل حتى عشان يعني من البيض. انا ما بعملش الكريب بالبيض اصلا. هضرب فيهم. انا كنت محضره نص كوبايه ميه جنبي، قلت عشان لو احتاج يعني اخفف الخليط. لا بس كان اهو القوام بتاعه كويس كده. اصفيه بس عشان لو في اي تكتلات ولا حاجه اهو، بس ما فيش حاجه يعني الحمد لله. خلطته كويس يعني، سيبته شويه خلطه كويس. هغطيه واسيبه ايه يرتاح شويه. بس بعد بقى ما ادينا يعني وقت، انا بحطه في صينيه في الفرن، يعني ما بقلهوش كده في الطاسه على النار، لا. بحطه بدهن بس الصينيه شويه زيت صغيرين، وارصه فيها، واكون مسخنه الفرن وادخله عليه على طول. هنا بقى بتيجي الكريب. مش هكذب عليك، هو ما طلعش يعني المدور اللي هو زي ما بنشتروه من بره، بس والله كان طعمه حلو يعني. كنت بدهن زيت بس بسيط كده، وانزل عليها ايه بالخليط يعني. والله كان طعمه تحفة بصراحة، وعجبنا يعني وعجب الولاد الحمد لله يعني، بألف هنا وشفا. وبغطيه الفوطة دي انا عاملاها بس للمعجنات، يعني اللي انا اعمل حاجة واغطيها بيها. اهو طري اهو وجميل. هحط بس كاتشب كده من تحت، واحط له حضرت احط عليه جبنة موتزاريلا، وجبنة عندي جبنة تركي مبشورة. حتة جبنة كده تركي، وعليها جبنة موتزاريلا.
اهو طعمه كان حلو والله، يعني بألف هنا وشفا. حبايبي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة والكومنت حلو منكم كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه بحاجة. انتوا اكيد بتطلعوها على حاجة احسن من كده، ربنا يحسن ما بين ايديكم يعني. بقى اهو بس كلنا ايه بنشجع بعض بس. هنا الطاسة على النار، مسحتها بحتة زبدة، سيبها تسخن، اديها بس الايه يعني تشويحة بس كده على النار يعني بس. اه كده كنا خلصنا. الجبنة كانت سايحة فيه والله، كان طعمه حلو. وقطعت طماطم جنبه، جبنة بعد كده كابوتشاية وقطعتها برضو. واهو